فيما يلي قائمة بأهم الأسماء التي ذكرت في ملفات وقضية جيفري أبستين مع وظيفة كل شخص وجنسيته دون الجزم أو الاتهام. تنبيه منهجي مهم: الذكر في الملفات أو السجلات مثل سجلات الطيران، الشهادات أو الوثائق القضائية لا يعني بالضرورة تورطاً جنائياً. كثير من الأسماء وردت بوصفها علاقات اجتماعية أو مهنية فقط ولم تدام قانونياً. أولاً، شخصيات سياسية. 1. بيل كلينتون. وظيفة: رئيس الولايات المتحدة الأسبق 1993-2001. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: ذكر اسمه في سجلات طيران إبستين عدة مرات. نفى أي علم أو تورط في جرائم. الوضع القانوني: لم توجه له تهم. 2. دونالد ترامب. وظيفة: رئيس الولايات المتحدة 2017-2021. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: علاقة اجتماعية صادقة مع إبستين في التسعينات. لا توجد سجلات سفر مشتركة مع جزيرة إبستين. الوضع القانوني: لا اتهامات. 3. الأمير أندرو دوك يورك. وظيفة: فرد في العائلة المالكة البريطانية. الجنسية: بريطاني. سبب الذكر: ورد اسمه في شهادات ضحايا أبرزهم فيرجينيا جوفري. الوضع القانوني: لم يحاكم جنائيا. توصل إلى تسوية مالية. جرد من ألقابه العسكرية. ثانيا، رجال أعمال ومال. 4. ليزلي ويكسنر. وظيفة: ملياردير، مؤسس براندز فيكتوريا سيكريت. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: كان أكبر عميل لإبستين، منحه توكيلا ماليا واسعا. الوضع القانوني: لا إدانة، لكنه قطع علاقته بإبستين. 5. جلين دوبن. وظيفة: مدير صندوق تحوط هيدج فاند. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: صداقة وعلاقة مالية. اسمه ورد في شهادات مدنية. الوضع القانوني: لا إدانة. ثالثا، شخصيات أكاديمية وعلمية. 6. ستيفن هوكينج. وظيفة: عالم فيزياء نظرية. الجنسية: بريطاني. سبب الذكر: حضر مؤتمرا علميا ممولا من إبستين. الوضع القانوني: لا اتهامات ولا صلة جنائية. 7. مارفن مينسكي. وظيفة: عالم ذكاء اصطناعي MIT. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: ورد اسمه في شهادات لاحقة. الوضع القانوني: متوفى قبل التحقيقات ولم يدان. رابعا، شخصيات أعمالية وثقافية. 8. ألان ديرشوفيتس. وظيفة: أستاذ قانون ومحام شهير. الجنسية: أمريكي. سبب الذكر: ذكر في دعاوى مدنية. نفى الاتهامات بشدة. الوضع القانوني: لم يدان وكسب قضايا تشهير. خامسا، الدائرة المباشرة لإبستين. 9. جيلين ماكسويل. وظيفة: اجتماعية ووسيطة علاقات. الجنسية: بريطانية أمريكية. سبب الذكر: الذراع اليمنى لإبستين، تجنيد القاصرات. الوضع القانوني: أدينت رسميا، حكم عليها بالسجن 20 عاما. 10. جان لوك برونيل. وظيفة: رجل أعمال في مجال عرض الأزياء. الجنسية: فرنسي. سبب الذكر: اتهامات بتجنيد فتيات. الوضع القانوني: اعتقل في فرنسا، توفي في السجن، انتحار رسمي. خلاصة تحليلية: القوارم المرتبطة بإبستين تكشف شبكة نفوذ اجتماعي ومالي أكثر من كونها قائمة إدانة. الشخص المدان قانونيا بوضوح: جيفري أبستين، جيلين ماكسويل. باقي الأسماء ذكرت في وثائق أو شهادات، لم تثبت إدانتها قضائيا.